شرح بسيط راح يخليك تفهم النظام الألماني عن خبرة 25 سنة في ألمانيا. طبعا ألمانيا هون كلها أوراق، يعني أنت أول ما تفوت على ألمانيا بتروح تعمل أنميلدونج بالبلدية، بيعطوك ورقة، بعدين بيعطوك أوسفايس هوية إنه أنت عندك إقامة، بعدين بيعطوك ورقة بيقول لك روح سجل بالسوسيال أمن، بعدين بيعطوك ورقة ثانية بتروح تسجل عند المدرسة، وبتعطوك ورقة ثالثة بتروح تسجل عند الدكتور، وبتعطوك ورقة ثالثة بتروح تسجل عند التأمين الصحي، بيعطوك ورقة رابعة للضمان الاجتماعي للتقاعد، وورقة يعني كلها أوراق. فإنك أنت هنا أهم إشي تعمله إنك تعرف شو الأوراق تشتغل هاي. يعني دائما ملف شنطة بتحط فيها الأوراق، بتصفطهن، بتخزقهن، بتكتب عليهن كل إشي لإيش، كل ورقة لإيش. هون أنت حليت نص مشاكلك في ألمانيا، لأنه ألمانيا أوراق، واللي بيقول لك إنه ألمانيا مش أوراق أقول لك يا هذا فهمان ألماني غلط. لازم تلتزم بالأوراق وتكون دائما حاسب حسابات لكل إشي. مين منكم مرت معه مشكلة بالأوراق يكتب لنا ورقة، واللي ما مرت معه مشكلة بكتب لنا ملتزم، يعني أموره بالتمام. أخوك أبو صالح الدلكي.